كان عندها بنت كتدي النص، الام كتدي الثمن، والباقي كيديوه العصب. الا كانوا عنده جوج الاولاد ولا جوج البنات ولا ثلاثه كيديو الثلثين. كيبقى واحد الطرف كيفرقوا العصب، دوك العصبه اللي كانوا بعقلهم راه داك الشيء عطا لهم الشرع باش هما يقابلوا داك العائله اللي ما بقاش فيها راجل يعاونوها. كيجيو شي اجلاف، هذا صحيح، كيجيو شي اجلاف تيقولوا للمراه شوفي حنا حقنا في هذا الدار، وقيلا كيجيو واحد على 24 3 على 24 شي حاجه هكذا، 3 حقوق على 24 ما بالضبطش هذا الامور. كيجي يقول لها خصنا نبيعوا الدار باش ناخذ الحق. هذا حنا قلنا ماشي باش يعرفوا الناس ان حنا ماشي ضد الاصلاح وماشي ضد الاتباع المضار ديال المراه اللي كتضرر المراه. بالعكس انتم ما تشوفوا في المقترحات ديالنا ما عندكمش الوقت ديالنا صبروا معنا. يعني المراه واخا كتضرر واحد شويه اللي كتضرر المراه، حنا ما كنبغيوش المراه تضرر، بالعكس حنا كنجيو لجهه المراه، لانه الا جينا لجهه المراه يلاه غيكون العدل. اما الرجال اللي قال لي واحد المره الاخ ديالي قال لي قلت له عزيزي، كنقول له عزيزي الله يرحم مسكين، زعما الدراري كذا الاولاد، قال لي اخويا الاولاد كيديو حقهم بيديهم، خاصك تطلع البنات. هذه هي الحقيقه. فهذه العصبيه هذو كنقولوا حنا قابلين باش المراه هي ودنيتها ما يخرجوش من الدار. طبعا ماشي الا كانت شي دار ديال 4 مليار ولا 5، لا، دار بسيطه تبقى عندهم على حساب اللي غادي يقربوا القادم، والباقي الا كان غيتقسم ماشي مشكل. القضيه ديال الزواج ديال حيت دابا المسلمين